حبايب قلبي جاي لكم بالتفاصيل كلها. حبايبنا ابطالنا رجاله الثانويه العامه 2026، اهلا بك يا حبي، اهلا بك في رحله الثانويه العامه. بسم الله نبدا عاما جديد وتحدي جديد. عايز اقول لك حاجه في البدايه، ما زرع الله في قلبك رغبه الوصول الى شيء ما الا وهو يعلم انك سوف تصل. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى طالما حط في قلبك حاجه معينه، فمعنى الكلام ان انت تقدر توصل عادي جدا، يا اما هيرزقك بيها او بالافضل منها ان شاء الله. فركز على حلمك واشتغل عليه وثق في ربنا، واحنا هنكون معاك في ده خطوه بخطوه ان شاء الله رب العالمين. الاول خلينا نبدا. انا عارف ان عدد كبير جدا منكم عنده مشاكل في الانجليزي، وده لسببين. اول حاجه ان انت ما كنتش متاسس في الانجليزي، ففضلت تراكم في الانجليزي تراكم في الانجليزي تراكم في الانجليزي وما ذاكرتوش خالص السنين اللي فاتت. وده اللي احنا هنشتغل عليه في النظام بتاعنا ان شاء الله، ان احنا هنراعي فرق المستويات ما بين الطالب الشاطر والطالب اللي ما تاسسش صح، فهنشتغل عليه لحد ما يوصل للطالب الشاطر ان شاء الله. وده السيستم بتاعنا الحمد لله اللي بنشتغل عليه كل سنه، وبنطلع بيه الحمد لله كل سنه عدد كبير جدا من طلابنا جايب 60 من 60 الحمد لله. ولكن السنه دي الشغل هيكون اعلى واتقل، لان المنهج الجديد اتقل. انا مش بخوفك، انا كده كده هكون معاك ان شاء الله وهظبطك ومش هسيبك، وهنبسط المنهج ده وهيكون اسهل حاجه بالنسبه لك باذن الله. طب السيستم بتاعنا كالاتي. اكتر حاجه بتوقع الطلاب في الامتحان هي السكيلز زي ما اتفقنا قبل كده، وخصوصا ان كان عليها ما يقارب نص درجات الامتحان، ومع ذلك كانوا بيهملوها طول السنه. فلا، احنا النظام عندنا مختلف شويه. احنا بنهتم بكل جزء في الماده حرفيا، علشان احنا هدفنا ال 60 من 60، مش ان انت تعدي درجات النجاح في الماده او انت تعدي منها وخلاص. فاحنا اللي هنعمله ان احنا هنهتم بالسكيلز وهدربك عليها من اول يوم. يعني مثلا عندنا القطع، عندنا الترجمه، عندنا الاسي، عندنا الباراجراف، كل ده احنا بنهتم بيه اسبوعيا. احنا مخصصين ليه يوم كامل في الاسبوع نتدرب على السكيلز دي. وعايز اقول لك بقى ان احنا اصلا بادئين من المحاضرات التاسيسيه ان احنا ندربك عليها وناسسك فيها من اول المحاضرات التاسيسيه. فده اللي هيحصل طول السنه، ان يوم كامل في الاسبوع مخصص للسكيلز، بحيث ان دي تكون مضمونه وضامن درجاتها ان شاء الله. فحتى لو كنت ميح فيها ما تقلقش منها باذن الله. وبرضه هنزل لك اسبوعيا كلمات هتساعدك في قطع الفهم وهتساعدك في الترجمه، علشان نشتغل على حصيلتك اللغويه، عشان لو ما كنتش بتذاكر قبل كده وما كانش عندك كلمات. طب وبعدين تعال نخش بقى على الجرامر. بنمسك الجرامر كل جزئيه نشرحها من تحت الصفر، ونمسك كل جزئيه نبسطها ونتدرب عليها كويس جدا جدا لحد ما تكون فارمها باذن الله. ونيجي في الاخر نحل حل جنرال على كل اللي اخدناه، ونحل عدد كبير جدا من الاسئله على الحاجات اللي احنا اخدناها. فانا مش هنزل لك الشرح بقى وهسيبك لوحدك، لا لا لا، ده احنا هنشرح وهنذاكر ونحل مع بعض جوه المحاضره. طب والكلمات، عارف ان بتكون صعب عليك في الحفظ او بتحفظ وتنسى، علشان كده حلينا لك الحته دي وهنشوفها مع بعض بشكل مختلف خالص السنه دي، بحيث تكون سهله عليك وما تنساهاش. وهديك كلمات كتير جدا بحيث ان احنا نشتغل على حصيلتك اللغويه ونقويها باذن الله. طب والقصه دي بقى مش هحرقها لك دلوقتي، سيبها لوقتها، وقتها تشوف هنعمل فيها ايه ان شاء الله. احنا كده كده كل سنه بنكون احنا الحمد لله مميزين فيها، ولكن هتشوف شغل اكتر السنه دي، ولا عزاء للمقلدين. نيجي بقى للحل. هنحل عدد ضخم جدا من الافكار اسبوعيا باذن الله، بحيث نوصل مع بعض اخر السنه انت مش سايب فكره الا ومتدرب عليها، ما تدخلش تتفاجئ في الامتحان باي فكره، وده هتشوفه بنفسك باذن الله. الخطه كلها والجدول بتاعك هتنزل لك يوم البدايه، ومستنيك محاضره جامده ما شفتش ولا هتشوف زيها. طب يا مستر الكتب بتجهز حاليا يا صديقي، واول ما تجهز هنزل لك التفاصيل كلها باذن الله. وده لاننا مش هننزل لك شغل عادي، احنا شغالين ليل ونهار على الكتب علشان نجهز لك شغل يليق بيك باذن الله. طب يا مستر وهنبدا ازاي كده؟ يا عم هنزل لك اول يونت PDF، يا عم احنا عنينا ليك لا تقلق، احنا عنينا ليك يا عم ما تقلقش، احنا عاملين حساب كل حاجه تخصك وتخص المنهج باذن الله. واوعدك انك هتشوف شغل ما حصلش في مصر كلها باذن الله. طمنت وعرفت هتبدا امتى؟ لو لسه ما اشتركتش تقدر تشترك دلوقتي وتبداها معانا صح. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم على خير، سلام.